انتوا عارفين يا جماعة ان من سنة 1960 بدأ انتاج القمح المعجن اللي هو مليان بمشتقات وتركيبات النشا. من ساعتها ومرض السكر بدأ ينتشر في العالم كله. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا لما بناكل الوجبة بتاعتنا بتحتوي على القمح المعالج او القمح المعجن، بيخش جسمنا فبيرفع مستوى الانسولين في الدم بشكل رهيب جدا. طبعا احنا ما بنتكلمش على العيش بس، احنا بنتكلم عن منتجات زي المكرونة وزي حبوب السيريال بتاعة الفطار وزي كده. طبعا الانسان لما تدخل في خلقة ربنا بالنسبة للقمح فبوظ حاجات كتير قوي. طب في ناس هتقول لي طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا خلاص احنا بناكل القمح ده بقالنا سنين وخلاص ما فيش اي مجال للتغيير. هو صح وفي نفس الوقت غلط، ان احنا لازم يا جماعه ننوع مصادر الكربوهيدرات بتاعتنا. ما ينفعش ان احنا ناخد نشا الذره بس او القمح بس. ممكن ان احنا نستعيض عنه بكذا نوع تاني. ممكن نستعيض بالقمح اللي هو الحبايه الواحده الكامله اللي هو القمح البني. ممكن نستعيد عنه بدقيق الشوفان، ممكن نستعيد عنه كذا نوع تاني. ممكن ناكل عيش لو اللي انت ما عندكش امكانيه ان انت تجيب انواع القمح دي او انواع الدقيق دي. بس ان احنا نقلل شويه ونحاول ان احنا ندي جسمنا شويه دهون صحيه وشويه الياف وشويه كمان من البروتين عشان نقدر ان احنا نعمل وجبه متوازنه تخلي جسمنا يرفع الانسولين بشكل جميل كده وينزل بشكل حلو وجميل كده، ما يبقاش كيرف بيطلع مره واحده وبينزل مره واحده، لان هو ده اللي بيعمل لنا المشاكل. ان شاء الله بكره هنتكلم كمان عن آه، ايه دور البنكرياس وبيعمل بيفرز كام انزيم او كام هرمون عشان نبقى عارفين بنكرياسنا بيشتغل ازاي فنقدر نتحكم في السكر بتاعنا. اشوفكم دايما على خير. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت انتوا سكركم من انهي نوع عشان نقدر نعمل لكم حلقات مفصلة عن المرض ده. اشوفكم على خير.